عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. على الجميع إن شاء الله. أنا عندي سؤال، بما إنه إحنا في رمضان، فمرة سمعت إنه النخامة إذا بلعتها فبفطر. هذا لا يفهم شيئا في الفقه الذي قال لك هذا الكلام. يعني صراحة أنا عندي مشكلة، يعني إذا يعني النخامة هاي عندي هذه وساوس لا تلتفتي إليها، لا تفطر. هذه يعني وساوس لو بلعتها ما بفطر. ما بتفطر. أيوة، شكرا. ما تلتفتيش إلى هذه الوساوس. بالمناسبة في كلمة هنا، تعليق سريع. رأيت امبارح فيديو لأحد الإخوة، يعني بما أن الأخت هنا قالت رمضان كريم وكذا، فأحد الإخوة معلق عامل فيديو بعنوان لا تقل رمضان كريم فالكريم هو الله. لا تقل رمضان كريم فالكريم هو الله. طبعا هذا الكلام يا إخوة غير صحيح، وقبل أن نأتي بالأدلة أنه غير صحيح، ما تضيقوش على الناس يا جماعة. في ديننا فسحة، لا تضيقوا على الناس، ما تدرهوش كبود الناس. لا تقل رمضان كريم، لا تقل مش عارف إيش، خلاص يا أخي. كل شيء يعني الناس صاروا يعني كل لفظة يرتعبون منها. والله ما هكذا دين الله عز وجل. وكلمة لا يجوز هذه مش سهلة، لازم تكون عندك الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المسألة عليها إجماع أو قول راجح من أهل العلم، مش تطلع لي في فيديو هكذا أي كلام وخلاص. من قال لك أن الكريم تطلق فقط على الله عز وجل؟ أنت من أين جئت بهذه الكلمة؟ سيدنا يوسف أطلق عليه كريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كيف أنت تقول لي أن الكريم فقط تطلق على الله عز وجل؟ فسوف قلت رمضان كريم رمضان مبارك كلها واحد، ما فيش يعني لبيان عظمة هذا الشهر الكريم أو المبارك أو الفضيل، ما فيش فيها إشكال. يعني ما أدري لماذا هذا التضييق على بعض الناس. يعني هذا الشاب الذي قام، الأخ هذا الذي قام بهذا الفيديو، يعني لعله استعجل فيه، لكن أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف سيدنا يوسف بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو الكريم، وأبوه يعقوب كريم، وجده إسحاق كريم، وجده إبراهيم عليه السلام كريم. فمش عارف من أين جئت أن كلمة كريم هذه تطلق على الله فقط. نعم الكريم من أسماء الله عز وجل، لكن تطلق على يعني على المخلوقات وكذا، لكن طبعا في اختلاف. يعني كرم الله عز وجل غير كرم المخلوقات، لكن كمصطلح كلفظ لا إشكال إن شاء الله في ذلك. طيب نشوف اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. أسعد الله أوقاتكم شيخي الفاضل وجميع الأخوة المشرفين. حياك الله يسلمك يا رب. شيخي بس عندي سؤالين لو سمحت. هلا أني أتمنى أنه ما يكونوا شبهات، خلينا نقول تساؤلات. يعني هلا مرة ظهر لي فيديو لداعي أعتقد 99.9% من المسلمين ما بيحبه هو، وليس داعي، يعني هو يعني بيقول عن نفسه أنه يفسر القرآن الكريم. بس في نقطة ضلت ببالي، قلت إن شاء الله بدي يجي يوم أسألك عليها. حاكي أنه فاسألوا أهل آية بالقرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استدل بهي الآية على أنه أهل الذكر اللي هن أهل الاختصاص، وكان الموضوع على أنه الوشم ما حرام، بعض التفاصيل عند الإسلام ما حرام، بدليل أنه أهل الذكر أهل الاختصاص. أنه الوشم بصير حرام وقت الدكتور بيقول لك حرام، بتروح عند أهل الذكر اللي هن أهل الاختصاص تسأله، إذا قال لك الدكتور هذا الوشم بيأثر على جسمك أو بيأثر على صحتك وعافيتك بصير حرام، أما إذا قال لك لا فعادي الوشم ما حرام. وهكذا على بقية بعض الأمور، مثل مثلا الأمور اللي بتخص صحة الإنسان. يعني آسف على الإطالة، تفضل شيخي. شوف يا أخي الكريم، لما الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صحيح المقصود بالآية هي سؤال أهل الاختصاص.
ومسألة الوشم مسألة شرعية، فالذي يسأل عنها أهل الاختصاص الشرعي. الوشم ما هي مسألة طبية، ليست مسألة طبية. الوشم مسألة شرعية، فيسأل عنها أهل الاختصاص الشرعي. هذا أولا. ثانيا، أنا مالي ومال الأطباء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم، ثم أنا أذهب إلى طبيب أقول له معلش يا طبيب هو عادي الوشم أعمله إذا لا يسبب لي ضرر أو كذا، وأترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا 100% هذا الذي قلته أنا عارفة من الأملط الشايب العايب، هذا واضح يعني من هو، اللي مش عارف ينطق حرف الذال ولا يعرف ينطق حرف الثاء. وهذا أصلا من الزنادقة الذين ينكرون السنة النبوية ويحرفون معاني القرآن الكريم. تمام؟ 100% هو الذي قال هذا الكلام، أنا متأكد يعني. فبالتالي أصلا هؤلاء لا يؤخذ منهم دين. الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم هذا ليس بمسلم أصلا، هذا يعني مع السلامة أنت خارج ملة الإسلام. وأكد لك معلومة، أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد أن الرؤوس الذين ينكرون السنة النبوية ملاحدة، ولكنهم يخشون أن يقولوا عن أنفسهم ملاحدة فقط لأجل شيء واحد، أنهم يخترقوا المسلمين من الداخل. لكن أقسم بالله كلهم ملاحدة، الرؤوس منهم، مش الشباب المتأثرين يعني البسطاء هؤلاء، أقصد الرؤوس منهم. هالك منهزم، الحاد بحيري، أبو حمالات إبراهيم، كل هؤلاء ملاحدة. يعني زي مثلا إبراهيم أبو حمالات مألف لك فيلم اسمه الملحد. لا شحرور هذا، لا شحرور هذا رأس الملحدين أصلا. شحرور مش محتاجين نخمم في الموضوع أساسا. شحرور هذا يعني يعني بلسانه أحل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، أحل كل ما حرمه الله عز وجل. فبالتالي انتبهوا يا إخواننا، منكري السنة ملاحدة. طيب ليش ما يقولوش يا شيخ إن هم ملاحدة؟ لا يريدون أن يقولوا ذلك لأنهم عارفينك إنك أنت كمسلم تنفر من الملاحدة. أنت لما تسمع اسم ملحد ماذا ستفعل؟ أعوذ بالله منك، ستنفر منه، وهو يريد أن يضلك، فيدخل لك من باب القرآن، نحن القرآنيون، نحن الذين نحب القرآن، بس يعني عندنا سنة ولا عندنا. وتجده أصلا القرآن نفسه يحرف تأويله. جاني واحد من منكري السنة من قبل قال لي أنا أنكر السنة. قلت له طيب أنت مؤمن بالقرآن؟ قال لي إيه مؤمن بالقرآن. قلت له طيب القرآن الكريم يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنت مؤمن بهذا الكلام؟ قال لي لا، هو السرقة هنا مش مقصود بها القطع، هنا مش مقصود بها القطع. نعم، مقصود بها الدغدغة يعني ولا إيش بالضبط؟ ماذا مقصود بها؟ لي لا، هو القطع المقصود به الابتعاد. نعم، القطع مقصود به الابتعاد. الابتعاد بعد عن السرقة، معنى لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة ولا قال به أحد من العالمين إلا هؤلاء. فطبعا أنا حاججته، قلت له طيب يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة